قال سيكون الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال نبكي على الدنيا وما من معشر أين أنا الأكاسرة من معشر لم يذهب ولم يتركوها، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ هضموا الدنيا فما باقين ولا بقوا، وإذا العناية لحظتك عيونها نف المخاوف كلهن أمان. شو سبحان الله، هذا الإمام أحمد بن بنان، شو سبحان الله أحمد، شوف علماءنا نحن العظام، أحمد بن بنان في رسالة له قابل واحد الحاكم اسمه ابن طولون جد في واحد الأمر، غضب الحاكم، مش قال لجنده اذهبوا بهذا إلى السجن، ووضعوه في قفص، كي حطوه في قفص ومعه أسد جائع، كي حطوه في واحد القفص ومعه أسد جائع، مش قال في صبيحة اليوم التالي قال لجنده انظروا ماذا فعل به الأسد، بكلاه الأسد اللحم تاعه وكذا، فوجدوا العالم، شوف سبحان الله، في صبيحة اليوم التالي وجد العالم في الحبس، كي هو ذاك العالم في الحبس يذكر في ربي سبحانه في أي الذكر، شوف الأسد قاعد يسمع في الذكر تاع ربي سبحان الله الذي أنزل أحسن حديث كتابه، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شوف أسد قاعد يسمع الذكر في القرآن الكريم والعالم قاعد يتلي، ثم ذهب العالم راح لابن طولون، قال هذا الحاكم قال ابن طولون ما الذي سمعت عنك، ما الذي نجاك؟ قال ان الذي نجاني هو الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف العلماء ديالنا قال ما كنت تخشاه، قال اخشى ان يصيبني لعاب الاسد فينجس ثوبي، شوف لعاب الاسد ينجس ثوبي، فحين تكت مثلت قوله تعالى وش فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، حسب حين تقول شوف ربي سبحانه صبر معناها تصبر لحكم ربك. نجست العبد وش معناه؟ قال واذا العنايه لاحظتك عيونه ننفى المخاوف كلهن امان. هذا شي جيفارا ماذا قال من يقتلك ليس من يطلق عليك رصاصا انما يقتل احلامك. واليوم جيمس ماذا قال اننا نحن البشر نفكر فيما لا نملك ولا نشكر الله على ما نملك، ننظر الى الجانب المأساوي من حياتنا ولا ننظر الى الجانب المشرق منها، سبحان الله بحمده، وان تضيء شمعة خير لك ان تلعن الظلام. في آية أخرى قال ربي سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف لم يؤمن بآيات ربنا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. شوف ربي سبحانه كيف لازم تصبر لحكم ربك، خاصة نحن في هذا الزمان والعياذ بالله. هذا وقت هذا عمر بن الخطاب في عهده كان واحد الإنسان شو سبحان الله كان من حملة كتاب الله، كان من حملة القرآن، نحن من حملة القرآن ما كان شيء، ما عندنا حتى قيمة، ما عندنا حتى سبحان الله بحمده شرف حملة القرآن، مش شرف فنان تلقى سبحان الله ربي يهدينا، فنان تلقاه قيم فنان ما قيمش حامل القرآن. مش قال عمر بن الخطاب قال هذا أولى بالرياسة. مش معناه أولى بالرياسة، معناه أولى أن يحكم، معناه عالم مش كاين ربي سبحانه، عبالنا بلي حيخالف آية من كلام ربي وكذا حيحاسبه ربي سبحانه، لأنه حملة الكتاب ما عندناش قيمة، ما عندنا شيء سبحان الله بحمده. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال من قرأ حرف من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شو سبحان الله، قالك في هذه الحياة ستواجه الكثير من الأقنعة وقليل من الوجوه، تلقيه مثلا يقول لك اني راح ندير مشروع وراح ندير كذا وكذا، سبحان الله لازم يكون كلام كما نقول، ما يكونش كلام باطل سبحان الله بحمده، ربي يحفظنا من العصابه، لازم يكون كلام كما نقول احنا كلام تاع الصح، لازم تطبق صح اخويا، طبق القانون كيف سبحان الله. احسن عندك 3 دبلومات حفظ حزب يقول لك امام لازم كارت جون، سبحان الله احنا نخدم كما نقول احنا نخدم اجا ولا سبحان الله بدل الفلسفه ذي، ليس طيار بلا طيار سبحان الله بحمده، طيار بلا طيار سبحان الله بحمده. ونحن مازلنا ناكل في بعضنا، مازلنا كما نقولوا احنا شو الرسول صلى الله عليه وسلم وقت راى ابن عامر في المسجد في غير وقت الصلاه، قال له ما لي اراك في وقت في غير وقت الصلاه اراك في المسجد، مش قال ابن عامر قال هموم لزمتني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثني الله لك شوف صاحب المعروف لا يقع واذا وقع وجد متائم، مش قال اما قلت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والعجز والكسل
وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فقالها ابن عامر فأذهب الله عنه همه شوف همه الواحد تاعه. وهذا كما نقولوا احنا معاذ بن جبل يتولى إمارة الكوفة ويسيبوا الهول والذهول اللي مش سهلة، يأكلوا لحما ثم يشويه ثم يسحق. فما لهذه العيش أولئك الذين كره الله انبعاثا فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش سهلة المسؤولية سبحان الله. كذا شباب ضايع، نحن شباب ضايعين، شباب قانع ولا خير فيما بورك في الشباب الطامحين. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المؤمن كالنحلة، المؤمن كالنحلة تأكل طيبا ولا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لم تضره ولا تكسره. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن مؤمن فقط، مش كما قلنا نسكت. هذا معاذ بن جبل اللهم رضني وقت ركبت الرسول قال اللهم ارضني. قال لو رضيت الله عني لا ارضى الله عنك. مش قال له فكيف ارضى على الله؟ قيخام قال كيف نرضى على ربي سبحانه؟ قال لها لو اليوم تسر بالنقمه وسرورك بالنعمه. بدك تسر بالنقمه تقنع كما نقول احنا، تقنع انت في الواقع تشوف الفساد وكذا تقنع وش كما نقول احنا تسكت وترضى وش كاين. سبحان الله سمك رضيتي على النقمه، سمك شلون قاعد تسر في النعمه، سمك كاين شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يقتلك ليس يطلق عليك رصاصا ولكن يطلق احلامك، والثوره يصنعها الشرفاء وليته يستغلها الاوغاد. الاخبار شيء كباره. ماذا يصنع المجتمع اذا ربح المال وخسر الانسان؟ مش يربح سبحان الله، يخسر الشباب، شباب ضايع سبحان الله، مصلحته بالسنود كذا. الانسان قال لك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. ربي سبحانه ماذا قال في اي وقت؟ قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ايش معناها الهاكم التكاثر؟ معناها تكثرتم في الانعام هذه، تكثرتم بالاموال هذه، غلتكم القصور، غرتكم كذا على القبر. حط في بالك بالقبر شنو قبر ربي سبحانه. ربي سبحانه ماذا قال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. سبحان الله، ولقد أريناه آياتنا. كل إنسان لازم تحط في بالك بلي يجي نهار تموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال وقت رأى واحد من الصحابة في القبر؟ ايش قال له؟ جده يبكي، وجده يبكي. وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل هذا فأعدوا. واش راح تعد؟ تحدها كما قلنا بالاموال وبالقصور وعبك براحتك بلا يحاسبك ربي سبحانه. قال لي مثل هذا فاعدوا، عدوا كما نقول احنا العمر تاعك والعمر يمضي ولسنا ندري. نحن في هذا الزمان بكثره فيه الموت المفاجئ. ربي سبحانك يحشرك يوم القيامه، يجي الظالم يقتسم من المظلوم. سبحان الله نحن مكتوب لنا حقوقنا سبحان الله. ثلاثه دبلومات 4 دبلومات ما كاين شيء ونحن نروحوا بها سبحان الله بحمده وراح نخدم سبحان الله. حكيتي حق الناس سمعنا. كان انسان يدعي عليك يقول لك ربي دمره. دعوة المظلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفعه الله فوق الغمام يقول له وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، انصرنك ولو بعد حين. ولو كما نقول احنا مسكت حكماء عندها في روسها سبحان الله بحمده. انت لازم يكون عزيز. قال لك عش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك ملاقيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت فانك ملاقيه. ربي سبحانه ماذا قال في آية أخرى؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صح نحن نقول رزق بيد ربي سبحانه متفائلين. قال لك تفاعلوا بخير تجدون ومن رحم الألم يولد الألم أمل كما نقولوا نحن. ولولا السقوط المتتالي لما وقفنا. ومش السقوط، هذا أحد الفقهاء قال ولولا السقوط المتتابع لما وقفنا. مش السقوط نسقط صغنا ما وقفناش ما تعلمناش. يعني نحن الإنسان لازم نتعلموا من أخطائنا. نحن نقول ديما تفعلوا خير، تفعلوا خير تجدون. مش راح نقولوا نحن وفروا لنا ما رزق شغل وفروا لنا مشاريع سبحان الله. هذا باغي زواج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله يعونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك مجاهد في سبيل الله والمكاتب والعفيف الذي يريد النكاح. الانسان الذي يريد النكاح سبحان الله قال كذا توفر لي ما رزق شغل سبحان الله، توفر لي سبحان الله، تعاونوا سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول هو الاخبر كما نقول احنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من اراد منكم الباءة فليتزوج فانه اغض له للبصر واحسن للفرج سبحان الله. فان لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء سبحان الله. لازم نستغل الوقت هنا في ذكر ربي سبحانه في الاستغفار. هذا الامام ابن حنيفه وجد واحد قاعد يستغفر ربي استغفر راح للمسجد
جره كما نقول احنا، راح كما نقول احنا الواحد جرب فوجد هذا الواحد يعمل في المخبزة. قال لها وجد كما قلنا واحد قاعد يدير، واحد قاعد برا قاعد يذكر في ربي سبحانه، قاعد يستغفر داه للمخبزة. قال لها ابن حنيفة من أنت؟ لم أعرفك. قال لها سبحان الله، قال لها ما دعوت دعوة إلا استجاب الله لي، دعيت أي دعوة استجاب ربي سبحانه إلا رؤية الإمام ابن حنيفة. وش قال لها ابن حنيفة؟ قال لقد جرني الله إليك جرا. شوف سبحان الله، قال لها جرني ربي لك جرا، ها درك اللي بين يديك. سبحان الله، كانوا مخلصين. هذا كان يخدم خباز، كان مخلص بصر، كان مخلص مع ربي سبحانه. كان يروح يمشي قد مشي كما قال احنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا احد الوزراء سبحان الله وقت راح يتفقد في الرعيه تاعه وكذا اصابته شوكه اسفل قدمه. قال لها الوزير تاعه، قال لها هكا ما رايك؟ قال لها ما رايك ان تفرش الشوارع ما تقول لها بالجلد؟ قال هذا عايزنا علي. قال ما رايك ان تضع قطعه جلد اسفل قدمك وهذا تصبح شوارع ما تقول لها بالفرش بالجلد؟ شو سبحان الله. قال انا لازم تغير من نفسك، الدنيا دار حصاد لا دار زراعه، فانظري نفسك ان تحصد غدا. هذا العلماء قال غدا توفى انفس ما كسبت واحسن الزارعون ما زرعوا. ان احسنوا فلانفسهم وان اساءوا فبئس ما صنعوا. اي اخرج كير ربي سبحانه، سرت الزمر وشكير ربي سبحانه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيكون جاهل، تعيش المنطق، تعيش الواقع سبحان الله، عشان تبي تفعل بالخير. دوك عسى تحبوا شيئا ولا تكرهوا شيئا ما خير لكم، عسى تحبوا شيئا ولا خير لكم. لازم الإنسان لازم نقولوا نحن ديما تفعلوا خير وربي يقدر الخير وربي كما احنا حبيبنا في بعضنا. الإنسان كتشوف منكر كما الله لازم كما نقول احنا نوصل الرسالة سبحان الله. لازم كما نقول احنا سبحان الله الإنسان فساد سبحان الله، ما يكونش كما نقولوا نحن ما نسكتش على المنكر. تاع حقك سبحان الله، حق تاع خدمة كذا يقول لك لا الرشوة راح الباطل راح كذا. لأن مش في دولة مسلمة، أنا في دولة مسلمة سبحان الله. تشجع فنان وتشجع جماعة القرآن ونحن نروحوا بها سبحان الله. كيف فنان كما قلنا 4 أغنيات 5 أغنيات 40 مليار ولا قد مليار ولا قد سبحان الله بحبه. يجي حتى قال صورة حلال ولا قال ربي يسألك ربي سبحانه عندك راح يسألك ربي. سبب نحن المسؤولين سبحان الله، تعتنوا بالشباب، تعتنوا بنا نحن شباب مثقف سبحان الله بحمده، شباب قانع لا خير فيه وذلك في الشباب الطامحين. الرسول صلى الله عليه وسلم 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. رجلان تحبا في الله ورجل نشأ في عبادة الله تعالى. شوف ورجل بكت عينيه من خشية الله سبحان الله، يعني من خشية ربي سبحانه. ورجل عيناه بات تحرس المساجد والمجاهد في سبيل الله. هذا الشاب نشأ في عبادة ربي سبحانه، يوم القيامة كيك ربي سبحانه يظله ربي سبحانه. فكر باليوم القيامة 1000 سنة يكتب ربي سبحانه. يوم يحشر يوم ربي سبحانه يحشر ربي سبحانه ويوم نحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا سبيلا قالوا سبحانك ما كنا نعبد من دون الله ولكن متعتم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبتم بما تقولون فما يستطيعون أن ينصروا صرفا ولا نصرا ومن يتبع يذوقوا عذابا كبيرا. سبحان الله، فقد كذبتم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يذوقوا عذابا كبيرا. لازم ترضى، ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس، واحفظ لاخيك كما تكون لنفسك، تكون مسلما. عمر بن الخطاب ماذا قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغيت العزه بالعز افادنا الله. سبحان الله، عندما كما نقول احنا ننظر الى الجانب المشرق وننظر الى الجانب المظلم، نقولوا نحن ربي يقدر الخير، ربي كما نقول احنا يجيب لنا امين صالح يحفظنا من هذه الفساد، من هذه الاوغاد سبحان الله بحمده، من هذه العصابه. ربي يقدر الخير وتفاءلوا بخير تجدوه ومن رحم الالم يولد الامل. سيكون مش امل وكم مش كذا امل في ربي سبحانه، مش الانسان يظن بلي كاين رزق بيد ربي سبحانه، بلي
باللي كما قلنا حياة بيد ربي سبحانه، رزق بيد ربي سبحانه. لما كما قلنا ناكل في بعضانا، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان، كما تدين تدان. سبحان الله. الانسان اعطونا حقنا سبحان الله، الانسان اعطي كل واحد حقه، الانسان يتلقى في حقه سبحان الله. اقيم حقه واخويا، ربي يهدينا وربي كما نقول احنا احسن الى الافضل سبحان الله. اي اخرج كي ربي سبحانه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. شوف قال لك ربي يسوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. فكر بلي كاين صراط وكاين تبرع حسب تدفن وحدك ويجي الاعمال تاعك انت ما تدي شيء، مش راح تدي القصور ومش راح تدي كما نقولوا احنا الاموال تاعك، ومش راح تدي سبحان الله. راح هب ان الدنيا تصل اليك عفوا اليس مصير ذلك الى الزوال؟ سنو ذلك الى الزوال سبحان الله. سنو السعاده ماشي كما قلنا بالاموال وكما قلنا باللبس، ليس الجمال بالاثار بالتزيين، ان الجمال الجمال العلمي والادبي. بل العقل يشقى في النعيم بعقلي، واخو الجهاله في الشقاوه يلعب، ومن العداوه ما ينالك نفع، ومن الصداقه ما يضر ويؤذي. سبحان الله. اللي راح تسالك ربي سبحانه على القصور هذه وعلى الاموال هذه وعلى الشبيبه الضايعه سبحان الله. تلقى كما نقول احنا الخدمه ولا شيء، تلقى كما نقول احنا يشرب الشراب وتلقى شيء مكيف تلقينا يقولوا عليه باسكو ضيعتوا الشباب. انتم ضيعتوا الشباب، كان ضيعت الشباب. لازم تغير سبحان الله، لازم رساله سبحان الله، لازم تتعلم سبحان الله. هذا علم نفع ما كان لله لا ينقطع، والله طائر في السماء لا ياتي ويقع، الله طائر في السماء جنهار ويقع، جنهار كما نقولوا احنا سبحان الله. ربي يقدر الخير، ربي يحببنا بعضانا، والعمر يمضي ولسنا ندري مثل سنين بما تعود، مثل سنين بما تعود. كل نفس ذائقة الموت، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ما تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رب إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الصبر مفتاح الظفر. الرسول قال لك الصبر مفتاح الظفر والتوكل على الله رسول النجاح. العلماء هم اللي قالوها، مش انهم جبتها، ولا العلماء والفقهاء والحكماء. الصبر مفتاح الظفر والتوكل على الله رسول النجاح. ونحن الانسان لازم يصبر، يقول حتى يعطيك شرب يعطيك حاجه هي وجنهار ربي يحاسبكم، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. ربي يقدم خير واخذ عن